في يوم الجمعة الموافق 21/7/2023 شخص من اللي بيلم أزايز البلاستيك والكراتين عثر على شوال على أحد جانبي المصارف، وشك إن الشوال ده جواه حاجة غريبة غالبا جثة. على طول طلع على مركز الشرطة وبلغ، وبسرعة اتوجهت قوة من الأمن، وبالاطلاع على الشوال اكتشفوا إنها فعلا جثة لبنت وبدون ملابس ومشوهة ومفصولة الرجلين عن الجسم، وللأسف في حالة تعفن شديد. تم إرسال الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. قوات الأمن بدأت في عمل تحريات مكثفة حول الواقعة، وبدأت بمراجعة كاميرات المراقبة اللي موجودة في محيط المكان علشان يتضح منها إن اللي رمى الشوال ده توك توك. بس لفت انتباه رجال الأمن حاجة غريبة شوية، إن سواق التوك توك ده وهو بيرمي الشوال ما كانش متوتر أو باين عليه علامات القلق، لا ده كان عادي بيتصرف عادي أكنه بيرمي حاجة عادية زبالة مثلا. وده معناه إنه بيرمي الشوال وما يعرفش إيه اللي جواه، أو الراجل ده بقى مجرم خطير ومش فارقة معاه. الشرطة بدأت في تكثيف التحريات حول الواقعة، وبدأت بتتبع خط سير التوك توك ده، وبعد سؤال بعض سائقي التكاتك عن مواصفات التوك توك ومواصفات السواق وشكله قدروا يوصلوا. تم القبض عليه وبدأوا في التحري عنه. اتضح انه راجل طيب ومش بتاع مشاكل. وفي الوقت ده بقى تقرير الطب الشرعي بيوصل، وان الجثة البنت في العام الثامن عشر من عمرها. سبب الوفاة طعنة نافذة بالصدر، وتم تعرضها لحريق بعد الوفاة لإخفاء المعالم. الحريق ده حدث بعد الوفاة مش قبلها، وتم تقطيع الأجزاء المفصولة أيضا بعد الوفاة وبعد الحريق، وعدى على موتها أكتر من 3 أيام. الشرطة بدأت تدور في بلاغات المتغيبين واللي تم تحريرها قبل 3 أو 4 أيام، واتضح إن في محضر تغيب بنفس مواصفات المجني عليها. والمحضر اتعمل من 4 أيام بالظبط بتغيب بنت اسمها فرح محمد، عندها 18 سنة، يتيمة الأب لأن أبوها توفى وهي صغيرة، وأمها للأسف محبوسة في عدة قضايا أغلبها وصولات أمانة وشيكات بسبب الديون والأقساط اللي عليها. وفي الوقت ده فرح كانت عايشة شوية عند جدها أبو أبوها وشوية عند خالتها. وفرح كانت حاسة إنها دايما وحيدة لحد ما اتعرفت على صاحبتها آية واللي أكبر منها في السن. آية كانت عايشة عند جدتها لأن أبوها وأمها كانوا متطلقين، وبيت جدتها كان جنب بيت جد فرح، وهنا اتعرفوا على بعض. بس خالة فرح على طول كانت بتطلب منها إنها تقطع علاقتها بآية لأنها ما كانتش مستريحة لها وكانت شاكة في أخلاقها. بس للأسف فرح ما سمعتش كلام خالتها بسبب إنها كانت حاسة بالوحدة وما صدقت إنها لقيت آية واعتبرتها صديقتها الوحيدة وحبتها، لدرجة إنها كانت بتسيب بيت جدتها وخالتها وتروح تبيت عندها في البيت. وكانوا أغلب الوقت مع بعض واكلين شاربين خارجين، كانوا بيلبسوا هدوم بعض، واستمرت الصداقة ما بينهم لمدة أكتر من 5 سنوات. وفي يوم 17/7/2023 خالد فرح بتتصل عليها علشان يروحوا يزوروا أمها في السجن، بس فرح قالت لها إنها مش هتقدر تروح معاها وإن هي تروح لوحدها علشان هي حاسة بشوية تعب وعايزة تريح شوية. وقالت لها لما ترجع البيت وما تلاقيهاش ما تقلقش لأنها هتبات في اليوم ده عند آية. خالد فرح رجعت من زيارة أختها، وعلى بالليل بتتصل على فرح على الموبايل علشان تطمن عليها. لقيت موبايلها مقفول، فقالت يمكن قفلت الموبايل ونامت علشان كانت تعبانة. بس لما رنت على موبايلها تاني يوم لقيت برضه موبايلها مقفول. رنت على موبايل آية لقيت تليفونها برضه مقفول. تالت يوم ترن على التليفونات برضه مقفولة. هنا بقى بدأت تحس بالقلق والخوف، وقالت كده يبقى في حاجة حصلت. واللي أكد إحساسها بقى إنها لما راحت وسألت على بيت جدة آية علشان تشوفهم اتصدمت بقى باللي عرفته منها، لأنها عرفت من جدة آية إن هي طردتها من البيت بسبب سوء سلوكها وعلاقتها المشبوهة بالشباب. وقالت لخالد فرح إنها ما تعرفش هي فين ولا عايزة تعرف. وللأسف فرح كانت مخبية على خالتها إن آية جدتها طردتها من البيت والسبب سوء سلوكها، علشان خالتها بقى كانت بتطلب منها إنها تقطع علاقتها بيها فما تكررش الطلب ده. هنا بقى خالد فرح ما كانتش عارفة تتصرف إزاي. على طول بقى اتوجهت لقسم الشرطة وبلغت عن تغيب فرح، واتهمت آية بطريقة مباشرة إنها هي المتسببة في اختفائها، وقالت في المحضر كل حاجة تعرفها عن آية، كمان ذكرت كل مواصفات فرح. لما الشرطة بقى عثرت على جثة البنت اللي لقوها في الشوال دي وكانت بنفس مواصفات فرح، اتصلوا على خالتها علشان تيجي تتعرف عليها، ولكن للأسف وبسبب إنها كانت مشوهة المعالم جدا وتم حرقها وتقطيعها كانت في حالة صعبة جدا، فخالتها ما قدرتش تتعرف عليها. ورجال الأمن قرروا إنهم هيبعتوا ياخدوا عينة من أمها المسجونة علشان يعملوا تحليل الDNA للتأكد
من ان اللي لقوها دي هي فرح ولا لا. وفي الوقت ده بقى الشرطه رجعت تاني لسواق التوك توك وبدا يسالوه عن الشوال ده. قال لهم ان في واحده هي اللي وقفته، كانت الساعه 5 الفجر، وطلبت منه يوصلها عند المصرف الصحي علشان ترمي الشوال اللي معاها. حتى لما ركبت التوك توك هو شم ريحه وحشه جدا طالعه من الشوال ده، ولما سالها قالت له انها كانت مسافره، ولما رجعت لقيت الكهرباء كانت قاطعه وكل اللحمه والفراخ اللي في الثلاجه باظوا وعفنوا، وهتروح ترميهم علشان تخلص من ريحتهم اللي ماليه البيت واللي الجيران كمان اشتكوا منها. وفعلا وداها عند المصرف الصحي، وهو اللي نزل وخد منها الشوال ورماه. رجع المباحث سالوه على مواصفات البنت دي، قال لهم على كل مواصفاتها. المثير بقى ان مواصفات البنت دي متوافقه جدا مع مواصفات آية، واللي اتهمتها خالة فرح انها المتسببه في اختفاء فرح. رجال الامن عرفوا المكان اللي ركبت منه البنت دي، وقاموا على طول بالتوجه اليه، وبسؤال الجيران وبالتحري قدروا يوصلوا للشقه اللي ساكنه فيها آية. والمفاجاه بقى لما طلعوا لها الشقه وخبطوا على الباب، هي اللي فتحت لهم الباب وظهرت عليها علامات التوتر. الشرطه لما قبضت عليها وقامت بتفتيش الشقه، عثروا على سجاده كانت هي بتقوم بتنظيفها وعليها بعض اثار الدم، وكان في اثار للحريق في الشقه، وكانت هي بتحاول تنظيف كل الاثار دي لاخفاء الواقع. وعثروا على موبايل جديد لسه مفتوح، وجدوه جوه كرتونه، ووجدوا جوه الكرتونه دي خط موبايل اتضح انه بتاع فرح، واخر مكالمه ليها كانت مع خالتها. وبعد القبض على آية تعترف بكل حاجه، ازاي عملت كده في فرح، والاهم ليه. قالت لهم ان يوم الواقعه فرح كانت مبيته عندها، وان آية طلبتها بالفلوس اللي كانت عليها تحديدا 3600 جنيه، بس فرح قالت لها انها ما معاش فلوس. آية قالت لها ما معكيش فلوس ازاي، ده انت لسه جايبه موبايل جديد، انا هاخده الموبايل ده قدام الفلوس بتاعتي اللي ليا. لما فرح بقى رفضت تديها الموبايل، هنا بقى شدوا مع بعض. وفي الوقت ده آية قررت انها هتموت فرح، فعلى طول اتوجهت للمطبخ وجابت سكينه، وبدون تفكير كتير ضربت فرح بالسكينه في صدرها. البنت خدت الخبطه وعلى طول وقعت على الارض وشلال دم طالع منها. هنا بقى آية اصيبت بتوتر كبير جدا، ومبقتش عارفه تتصرف ازاي او هتعمل ايه. فكل اللي عملته انها سابت فرح بتنزف وطلعت من الشقه وقفلت الباب، وعلى طول اتصلت بواحد اسمه بشوي نبيل، ده صاحب الشقه اللي كانت قاعده فيها آية، وغالبا كده والله اعلم ان كان في علاقه غير شرعيه ما بينهم. قالت له على كل حاجه حصلت، قال لها ما تقلقيش انا جاي لك دلوقتي. وفعلا وصل لها بشوي ودخلوا الشقه، بس فرح كانت ماتت. آية قالت له هنعمل ايه دلوقتي، فقال لها انه هيروح يجيب لها بنزين ويولعوا في الشقه ويطلعوا منها، وبعد كده هيرجعوا على اساس ان النار هي السبب في موت فرح، وبكده محدش من الجيران او الشرطه هيشك في اي حاجه. وفعلا بشوي جاب بنزين وجاب مله بتاعت سرير قديمه وحطها على الجثه بتاعت فرح وولعوا فيها النار. بس بعد شويه خافوا ان النار تمسك في الشقه وتولع في البيت كله وتحصل كارثه، فطفوا النار. وقال لها انه هيمشي دلوقتي وما تقلقش هيشوف لها حل تاني في الموضوع ده. والمثير بقى ان آية فضلت عايشه مع الجثه بتاعت فرح في الشقه لمده 3 ايام، ومش عارفه هتتصرف ازاي، لحد ما الجيران بداوا يشموا ريحه وحشه طالعه من الشقه. اتصلوا على بشوي قالوا له يا عم تعالى شوف الريحه اللي طالعه من الشقه بتاعتك دي. على طول بشوي يتصل بآية ويقول لها ان الجيران اشتكت من الريحه وانه هيجي لها دلوقتي، وقدام الجيران هيسالها ايه الريحه دي بتاعت ايه، وهي هتقول انها فراخ ولحمه باظت في التلاجة لما نسيت تشغلها بعد ما كانت بتنضفها. وفعلا يحصل كده، ويقول لها قدام الجيران خلاص ان هو هيجيب لها شوال تحط فيها الفراخ واللحمه دي علشان يرموها. وفعلا جاب الشوال وجابوا سكينه وبداوا في تقطيع فرح علشان يعرفوا يحطوها في الشوال. وتنزل آية بالشوال الفجر وتقابل سواق التوك توك اللي الشرطه وصلت له وقبضت عليه وكشفت الجريمه. عينه الDNA وصلت واللي اكدت ان المجني عليها هي فعلا فرح. تم القبض على آية وبشوي وتم احالتهم للمحاكمه الجنائيه، وتم الحكم بالاعدام على آية عن جريمه القتل العمد المقترن بسرقه الموبايل بتاع فرح. وبشوي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات عن تهم الاشتراك في الاخفاء وتضليل العداله. للاسف الشديد جريمه النهارده سبب رئيسي فيها هو التفكك الاسري، لان لو بصينا على الفاعله والمجني عليها هنلاقيهم ان الاتنين بدون اب وام، واحده ابوها وامها متطلقين وسايبينها، والتانيه ابوها متوفي وامها مسجونه. ومن هنا بنوجه كلامنا لكل اب وام، قبل ما تطلق زوجتك او قبل ما تنفصلي عن زوجك شوف الاول مصير الاولاد هيكون وضعهم ايه،
كمان مش كل حاجة الفلوس، أيوة السعي على الرزق ده مطلوب ومهم، ولكن لازم كل أسرة تحتضن ولادها وتربيهم كويس وتشوف وتشرف عليهم، تشوف أصحابهم وعلاقاتهم وتصرفاتهم هل هي صح ولا غلط. يا ريت الرسالة تكون وصلت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.